بكم في برنامج شاهين شو. كله بيقول لك ترك الوظيفة من أجل السفر، أنا لم أترك الوظيفة وبسافر. حلقة عسل إن شاء الله. تخيل أنا سافرت الإمارات ب 250 جنيه، صورت مع بيته عملوا يا جماعة الواحد يتمنى يعيش في بيت زي ده، البيت ده شايفين شكله عامل ازاي، وكده اكتشفت ان ده اصلا دي حظيرة مواشي بتاعتهم. عمرو العجيزي أو عجيزي ترافلز على السوشيال ميديا أكتر من 1,000,000 متابع، بيلف البلاد علشان يعرف الناس بالأماكن المختلفة. ومش بس كده، هيد اوف ماركتينج في واحدة من الشركات المعروفة، اكسبرت في الحتة بتاعت الجرافيك ديزايننج. فلو عايز تعرف حاجات عن الجرافيك ديزايننج، لو عايز تتعلم عن السفر، وده الأهم وده أكتر حاجة هنتكلم عنها في الحلقة النهاردة، لو عايز تعرف تسافر ازاي بأسرع طريقة وبأقل سعر، دي حلقة ما ينفعش تفوتوها. يلا بينا. عايز تكون ناجح، تغير حياتك، اسمع قصص نجاح، تعلم من أخطاء الناس. أهلا وسهلا بكم شاهين شوكاست. عامل ايه يا عمور؟ ازيك يا باشا؟ احنا اتقابلنا آخر مرة من كام سنة تفتكر؟ يعني سنة 2010. 1900. هو 1900 هي حرفيا بقت 1900. انت متخيل؟ كتير جدا يعني بس احنا كويس، يعني فرصة سعيدة والله. احنا انا وعمر نعرف بعض من 17 سنة تقريبا، حاجة 17 سنة من واحنا في الجامعة يعني. طيب، علشان لو في حد لسه اول مرة بيشرفنا على اليوتيوب او بيسمعنا على برامج البودكاست، انا اسمي احمد شاهين، شغال في التدريب والتطوير بقالي تقريبا 14 سنة، وعندي مدرسة لتأهيل الترينرز، أكاديمي لمساعدة الموظفين علشان نرفع مستوى إنتاجيتهم وصحتهم النفسية، وطبعا بيزنس وكارير كوتش، فبساعد ناس في رحلتها المهنية. وبنعمل البودكاست ده علشان نوصل رسالة ونساعد المجتمعات المختلفة. ومعنا النهاردة عمرو العجيزي. أهلا وسهلا يا عمرو. أهلا باشا. عمرو، المايك اللي إلك علشان تعرف نفسك الأول. تمام. علشان الناس اللي لسه اول مره، لو في حد طبعا مش متابعك او كده يتعرف عليك يعني. ف انتروديوس يور سيلف يا عمرو في 30 ثانيه. الله الله. والله وحشنا الانترفيوهات. انا اسمي عمرو العجيزي، عندي 33 سنه، متخرج من نظم معلومات. اساسي وهوايتي طول عمري هي الجرافيك ديزاين والتصوير والمونتاج، الحاجات دي كلها كانت يعني ايه، هي دي اللي كنت بلعب بيها وانا صغير كده، وعمري ما تخيلت ان هي تبقى وظيفتي في يوم من الايام. كنت بحلم ابقى موظف، يعني بتحلم تبقى موظف. الناس كلها كانت ليه احلام وطيار وبتاع، انا تحلم تبقى موظف. كنت والله لازم عاوز موظف على مكتب ومش عايز اكتر من كده. الحمد لله. حلقه عن هدم الطموح. الحمد لله. والله ده طموح غريب قوي يا عمرو. والله. وبس الحمد لله بقى، يعني هو الحلم اتحقق الحمد لله. حاولت بكل الطرق، كنت عاوز اشتغل كمان محاسب، يعني كان اكتر مهنه كنت نفسي اشتغل محاسب. ليه بقى؟ وصلت لك المجال. بص، يعني الحلقه هتنزل ان شاء الله، بس انا مش مسؤول عنها يعني. هقول لك بقى ليه بقى. لان انا اساسا كنت ابتديت كديفلوبر، اوكي، وتعلمت حاجات كده في ديزاينر، تمام. وجات عليا ثوره، عارف كان في ثوره تكنولوجيه كده ما بين فيجوال بيزك 6 وفيجوال بيزك دوت نت، حاجات كده في والديزاين. أيوة. ما بين ال كويب ديزاينر، ما بين الفرونت بيج والدوت نت بقى والبي اتش بي والحاجات دي. فانا ابتديت في الحته دي، وجات عليا الثوره دي وانا طفل، يعني وانا بتعلم الحاجات دي حصل كده. ففجاه حسيت ان انا كل اللي اتعلمته ما بقاش ليه اي لازمه. فبعديها بقى نفسي ان انا كنت كل اللي عاوز ابقى موظف، مش عاوز حاجه محتاجه طول عمري ان انا افضل اتعلم. والحمد لله عملت العكس يعني. بس هو ده كانت دي الطموحات بعد اللي حصل لي ده حاجه. احنا حلقه عن السفر، بس هو الراجل كان طموحه غير كده يعني. هو كانش قصده. انت بقيت ترافلر باي ميستيك يعني. جدا يعني والله جدا والله. طب انت الاول، انت سافرت كام بلد عشان برضو الناس اللي داخله تسمعنا عشان السفر ما يسيبوش البودكاست من اوله يعني. ماشي. هو انا يعني مش بقعد يعني ضد مبدأ ان يعني فتنه الواحد يعد الدول، بس هو تقريبا في حدود حاسس ان هي فتنه بجد، ان انت بتقعد تدور على العدد وممكن بتسيب الموضوع ذات نفسه، فبتبقى عاوز تنط بسرعه من اجل ان انت اسجل رقم اكبر. اوكي. بس هي بصراحه هي حاجه حلوه، بس طبعا. في نفس الوقت هي فتنه، فاهم؟ فانا بقى يعني هو تقريبا في حدود 30 دوله.
طب ده بس رقم انا محترم. بقيت اكتر مع لو انا في بلد عاوز اروحها تاني وتالت ورابع عادي، مش هقعد اجري ورا ان انا اروح اماكن عشان جديده او أعد ارقام جديده دول. بالظبط. جامد. ده جامد. بالنسبه للدول يعني. والله عالمي عالمي بس متواضع، عالمي لا، أهم متواضع. حاجة طبعاً بس عشان عايز ارجع كبير. خطوه، معلش والله العظيم انا ماشي، اسف، ماشي. كلمه اصلي خبطت هنا قول لي. لما بتقول لي طموحي ابقى موظف في يوم من الايام. خلي بالك انا هسالك السؤال ده علشان ناس كتير النهارده بتجري ورا السوشيال ميديا وبتسمعنا حتى وبتتابع بودكاست عشان تسمع الناس اللي غيرت كاريرها وعملت كارير شيفت. شاهين بيتكلم عن الكارير فانتبهوا عشان نغير الكارير بالظبط ما طبعا. عايزين كلنا نخرج من حياة الوظيفة ونبقى انتربرينورز او رواد اعمال وفريلانسرز وبتاع. ايه اللي كان وقتها؟ انا عارف ان دلوقتي الدنيا اتغيرت وبقى عندك فيجن مختلف، بس وقت ما كنت بتقول نفسي ابقى موظف كان ايه الطموح يعني؟ الطموح كله بقول لك كان اللي حصل بعد ما ما جت عليك تكنولوجي جديده اتغيرت تماما وثوره في عالم البرمجه وعالم الويب ديزاينر والحاجات ديت، فجت لي زي صدمه. اوكي. اللي هو انت فجاه كل اللي انت اتعلمته، تخيل انت قريت كتب ونظريات وبتاخد ماستر في حاجه، على ما خلصته لقيت انه يقول لك التكنولوجيا دي قديمه ودلوقتي محتاج تتعلم من اول وجديد وترجع من الصفر. ده اللي حصل فعلا معاك حرفيا. دي كارثه. الحمد لله. عملت ايه بقى؟ قعدت فتره، كنت انا اصلا بادئ من فتره كبيره في حوار الديزاين والحاجات دي، كانت هوايه وكانت هوايه بشاركها انا وقريبي. أوكي. فكنت من اول اعدادي مثلا وانا ببتدي اعمل الديزاينز والحاجات ديت. بعد كده بقى دخلت في ان انا اركز بقى في ان انا دخلت الجامعه وبدات بقى اتشغل في حياه الجامعه، بس برضو كانت يعني هواياتي ماشيه معايا في كل مراحل حياتي يعني. فهوايات السفر كانت ماشيه معاك؟ لا دي ولا شغف ولا اوكي جرافيك ديزاين. انا كنت بسافر من محافظه لمحافظه. بس انت هتلاقي البودكاست ده سف وضحك بس، ان انا وعمرو يعني عشت 17 سنه واحنا كنا بنتقابل نضحك بس ما كناش بنشتغل، فيعني سياق برضو جديد على الراجل ان هو يقابلني ونقعد نتكلم في بيزنس وحاجات مهمه وبتاع وكده. انا اسف يا عمرو ان انا بضغط عليك والله. فعاوز اقول لك بقى ان انا اما جيت ابتدي بقى حوار بدايه الجامعه كان ماشي معايا يعني غصب عني. يعني كنت انا كل حاجه كنت مثلا الديزاينر بتاع الجامعه اللي بعمل بوسترات والايفنتات والحاجات دي. طب والله بدات ادخل شويه بقى في ان انا ابقى زي اورجنايزر لحفلات في الجامعه. جامد. والتصوير والحاجات دي كل ده كان ايه معايا من اي حاجه ارت بتاعتك بالظبط. ففضل ده معايا بقى لحد بقى ايه ما اتخرجت واشتغلت. حلو قوي. بعد ما اشتغلت الاول اشتغلت في مجال الكول سنتر. حلو تمام. وبعد كده رجعت تاني لمجال الجرافيك ديزاين لان انا اتخرجت في الثوره. اوكي. فما كانش فيه وظايف. تخرج في وقت عظيم. عظيم جدا. فما كانش فيه اي حاجه. كنت بقدم حوالي 50 سي في كل يوم كده، كان ده التارجت بتاعي ومفيش اي وظايف. فدخلت اشتغلت كول سنتر. تمام. ده الكورس اللي اي حد لازم يعدي عليه الاول. خلصته. خلصته، قدمت استقالة جميلة ورجعت بقى ايه للجرافيك ديزاين. بقيت بشتغل ايه بقى فول تايم في كذا شركة لحد ما اشتغلت في شركة يعني مالتي ناشونال في السوشيال ميديا وفي الجرافيك ديزاين. حلو قوي. بعد كده بقى قعدت حوالي يعني بعد سنين كتير من الشغل. انا بحب حاجة بحب اركز فيها قوي واشيل الشغل واعرف كل التفاصيل والخبايا وكل حاجات دي. حتى دي بعد كده بقى بقت معايا في السفر، فاهم؟ اعرف تفاصيل الامور والحاجات بتيجي ازاي وهكذا. بعد ما خلصت كل الحاجات دي فجأة يعني فجأة بعد شغل كتير ومشاكل كتير حصلت لي في الشغل حسيت ان انا حياتي ما فيهاش بالانس. حسيت ان انا جيت على نفسي كده جامد وفي حاجة انا فاقدها مش مظبوطة. فقعدت اشوف انا اكتر حاجة بحبها ونفسي فيها، وهي كانت السفر. ودي حاجة ما كنتش عملتها خالص يعني. ولا كانت علاقة حب من طرف واحد خالص. طرف واحد بطريقة ما تتخيلهاش. عاوز اقول لك انا كانت هوايتي ان انا افتح اشغل فيديو عن السفر فول اتش دي واطفي النور فول اتش دي عشان الكواليتي يعني باقة. لا اهم حاجة الكواليتي. واطفي النور كده واقعد اسرح
ان انا جوه البلد دي وسافرتها وكانت متعه بالنسبه لي واو. والله العظيم لا تقدر بثمن. جامد جدا. في فيديوهات حتى معروفه ان ناس بتصورها انه بيتمشى في وسط البلد وبيدخل او حد بالعربيات او الحاجات دي كانت شغفي كله ان اقعد اتفرج على الفيديوهات ديت واسرح اكني سافرت بقى بخيالي كده مع الفيديو. كانت دي متعه ما بعدها متعه. اول بقى ما حصل لي مشاكل كتير في شغلي وحاجات بدات اتضايق وحسيت ضغط نفسي ان انا كنت وصلت لدرجه ان ما كنتش باخد اجازات. يعني كان عندي كميه سنين اجازتها بتترحل، اللي هو الموظف اللي بيحطوا له الدوسيهات فاهم، هم نازلين ياخدوا اجازه او كده. ففضلت كده لحد ما في مرحله ما قلت انا حاجه هسافر. اول مره قدمت على تاشيره اترفضت اساسا. كانت تاشيره شنجن. بدايه موفقه. كانت موفقه جدا والله. كانت يعني كانت بقدم على شنجن والباسبور بتاعي ابيض ما فيهوش حاجه، وكانت ساعتها بتقدم في السفاره على طول. فاترفضت الفيزا بتاعت شنجن. ودي كانت اول تاشيره اقدم عليها في حياتي واتقفلت بقى. لان انا كنت رايح بقى فاكر ان التقديم في السفاره ده عادي. كنت رايح انا وجروب كده ناس من اصحابنا وقرايبنا وقلنا نقدم مع بعض. وكانت ساعتها انت بتقابل القنصل. حاليا ما بقاش معظم السفارات كده، فانت بتقابل القنصل وبيعمل معاك انترفيو وبيقول لك بقى انت جاي ليه وعاوز تسافر البلد دي ليه وهكذا. جامد. فانا مش هنسى ان القنصل كده قاعده معايا، راحت طلعت لي الاتش ار ليتر كده وبتقول لي هي ايه الورقه دي. فبص لها بقول لها اتش ار ليتر. بصيت لها كده وراحت يعني شبه رمياها. ليه؟ لان انا كنت مقدم اتش ار ليتر بالعربي في سفاره بولندا، فمش فاهمين مش عارفين يقروا الكلام ده. فايه ده بالعربي؟ ده بالعربي بالظبط. فده كان درس عمري بقى، وكلنا خدنا رفض الحمد لله. ده انتوا كنتوا رايحين جروب؟ حلو قوي. بعديها بقى فقدت الشغف ان انا افكر في السفر، ورجعنا تاني للفيديوهات والفول اتش دي والحياه اللي ورا الفيديوهات اللي بيتفرج عليها بس عشان تبقوا مركزين. ايوه فيديوهات عن السفر. لحد ما في توقيت معين فعلا كانت كل يعني عارف تقدر تقول ايه، الحياه ضلمت كده قدامي ان انا مفيش اي حاجه بعملها مبسوط مرتاح فيها. جيت على نفسك كتير في الشغل، ضغط في الشغل، كل حاجه انا عاوز اشوف نفسي بقى، عاوز اعمل حاجه نفسي اعملها، هوايه بقى نفسي اعملها حاجه زي كده. فكانت هي السفر. جامد. فانا فاكر ان انا في يوم كنت قاعد بتكلم مع واحد صاحبي وبقول له انا عاوز اسافر وتعالى شوف لي اي حاجه وتعالى ويلا بينا وبتاع. قال لي ان شاء الله وربنا يسهل وهنشوف. في يوم يعني مثلا تقول بعد اسبوعين تقريبا من الموقف ده لقيت تليفون، انا هفتكره، صاحبي بيكلمني بيقول لي بقول لك ايه تيجي معايا روسيا. قلت له روسيا؟ قال لي قلت له يا عم تأشيرة وهناخد رفض وانا عارف اللي بيحصل وانا اصلا واخد رفض قبل كده واتعقدت وبتاع. قال لي مفيش الكلام ده. قلت له ازاي يعني؟ قال لي يا عم في ماتش في روسيا وهنروح نحضره وهتقدر تدخل لو احنا اشترينا تذكرة الماتش هتقدر ان احنا ندخل روسيا. دي تعتبر التأشيرة. ده راجل مذاكر اهو. قلت له انت متأكد؟ قال لي ايوه يا ابني انا متأكد والناس صحابي سافروا وهكذا. يلا بينا. قلت له يلا بينا. بس وهي دي كانت اللحظة اول سفرية. اللحظة الفارقة في حياتي بصراحة. ايه بقى انت تعال نفتكر مع بعض ترتيب البلاد اللي انت سافرتها ورا بعض. انت رحت روسيا اول سفرية تفتكرهم؟ اول سفرية روسيا. بعد كده رجعت انا مش شايف حاجة تانية غير السفر. فروسيا مبهرة في كل تفاصيلها بجد. ايه اكتر حاجة عجبتك في البلد؟ يعني واحنا معدين تعالى نعدي على البلاد وكل حاجة تقول ايه اكتر حاجة بهرتك فيها. روسيا اكتر حاجة طبعا اجواء كاس العالم دي لوحدها ابهار. والحاجة التانية تصميم المعماري. يعني انت كنت تحس ان هو زي ما يكون موكب صغير وكبروه. كل التفاصيل الموجودة في المباني رهيبة تحفة. بعد كده التاني دولة كانت ألمانيا. وبعد كده فرنسا. استنى ايه اللي عجبك في ألمانيا؟ تعالى نعدي على البلاد بلد وقول لنا اكتر حاجة. ألمانيا دخلتها عشان التأشيرة. فضايح اللي هو ايه شايفين الاسئله دي انت ما قلتليش قبل الحلقه. بالظبط. انا كنت داخل التاشيره من هناك. مفيش حاجه عجبتك فيها؟ لا المانيا اكتر حاجه
يعني كان في صدفه غريبه يعني مم. وانا طفل كنت بعمل حاجات جرافيك ديزاين وحاجات زي كده. كان في صوره مشهوره قوي في برلين كنت بقعد اركب نفسي عليها واصحابي على الصوره ديت اركب نفسي عليها. ايوه يعني تحط صورتك وهي في كنت الخلفيه بقى كانك بالظبط سافرت. فوتوشوب بقى، عارف انت اللي هو ركبوني هنا فوتوشوب يا جماعه، كنت انا بعمل كده بقى. ده اتعملتش انا محمد هنيدي دي. ايوه بالظبط والله كانت متعه ان انت حلو. تركب صورتك بقى وراك بقى مش عارف برج ايفل والحاجات ديت. هي متعه ليك كنت انت. خلي بالك انت الحكايه حتى بتاعت الفيلم الاتش دي اللي عن أيوة، السفر ده أيوة، بالنسبه لك انت. أيوة. انا بحاول اتخيل. وبعدين احنا بعد الحلقه ما تخلص التلفزيون اللي ورا ده هنشغل عليه ونجرب هذه التجربه. يلا بينا أنا عايز والله أعيش اللي أنت العظيم بتقوله. متعه ما كانش ماشي. فيه اصلا. انا واحد كنت طول عمري ما سافرتش، فكانت بقى بالنسبه لي حلم. كنت عندي ساعه اركب طياره بس وانزل، يعني كان هو دي بس. قمه احلامي بجد. فكان الموضوع حتى لو راح اسوان فما عادي. والله كنت مفيش مشكله. جامد. وكمان بعد ما تاخد رفض فانت بتحس ان انت يعني ما اتقفل عليك كده. فروسيا المانيا بالظبط. فانت كنت المانيا بقى قصه حب من ايام الصور اللي بتتركب لها بالظبط. باك جراوند. طب ايه بالظبط. كمان سافرت فين تاني؟ وبعد كده فرنسا. طبعا انت عاوز تتفرج على باريس والاحلام بتاعت اللي بتشوفها في الافلام والمسلسلات والحاجات ديت، كنت عاوز تروح تشوفها على الحقيقه طبعا. اكتر حاجه ما عجبتنيش هو طبعا برج ايفل، بس الفايبس ما بتاعت عجبتكش؟ لا انت اول وهله اول ما بتدخل عليه كده بتلاقي ان هو مصدي. فبتحس باللي هو ايه ده يا جماعه ده. لا بجد. بس انت يعني كباريس بقى كل تفاصيلها كمدينه. في ناس كتير على فكره تقول لك مش حلوه وفيها زباله وناس مش اهل البلد، بس انا بالعكس انا استمتعت فيها جدا. اوكي. هو بس ممكن برج ايفل هو اللي شكله مش زي الاكسبكتيشن اللي انت بتبقى حاططها. ان انت باريس بالذات او فرنسا بتعمل اكسبكتيشن عاليه قوي. فالناس لما بتشوفها على الواقع بيبتدوا ايه حتى في صدمه نفسيه معروفه اسمها متلازمه باريس تقريبا. دي بتيجي بالذات للناس بتوع شرق اسيا. ايه متلازمه باريس دي بقى؟ ناس اول ما بييجوا بيحصل لهم صدمه من كتر الاكسبكتيشن العاليه قوي والتوقعات ان دي مدينه رائعه وزي ما بيشوفوا الافلام. فاول ما يجي ويشوف بقى مثلا زحمه وزباله ويشوفوا حاجات كده ساعتها بقى ويشوف برج. انت قلت برج برج ايفل شكله مش بالجمال اللي انت بتشوفه طول عمرك في الفيديوز والحاجات ديت. فايه بيحصل صدمه نفسيه بقى كبيره، يعني مش حاجه مثلا بسيطه. فدي متلازمه اسمها متلازمه باريس. عاوزين نسيرش على اسم متلازمه مش ممكن ممكن باش اسمها متلازمه باريس. يعني ده بالعكس ده الصدى اللي على برج ايفل ده هتحس فيه عبق التاريخ كده. ما لازم يبقى هو في الحقيقه الصور تطلع من هناك حلوه قوي. اوكي. بس هو بالليل هو اللي تحفه. بالليل بقى مع الاضاءات والحاجات اللي بتبقى موجوده دي بتخلي المنظر حلو جدا. جامد. طب ايه تاني؟ رحت كده روسيا المانيا باريس. بعد كده ايه تاني؟ بعد كده هولندا. جامد. امستردام. في حاجات عجبتك فيهم ولا ايه؟ طبعا بقى احنا متاثرين بقى من زمان بفيلم همام في امستردام بقى والحاجات اللي بنشوفها بقى في الفيلم والاحلام ان انت تروح امستردام دي كانت حلم بالنسبه لي. وعند تتصور عند الطواحين الهوا فكانت جامد. ايه تاني؟ بعديها رحت بروكسل. ايه وانت جاي من عتبه ولا في الطريق كده بتعدي عليها. بلجيكا. اوكي. بلجيكا فهي صغيره بتعدي عليها في النص. يعني الفيدباك اللي خدته عنها ان انت تحسها كأنها دوله مسلمه. لان فيها كميه مغاربه وتوانسه كتير. فكل الناس ماشيه بالحجاب. فحاجه بتحس انت في دوله عربيه معينه. بروكسل دي بروكسل فيها كذا معلم بتتصور عنده. بس هي في مدينه جنب بروكسل هي اللي حلوه. هي مدينه مش فاكر اسمها. مدينه بروج. اوكي. بروج مش عارف. بروج او براغ. لا بس هي براغ دي براغ في في التشيك. صح. اسمها بروج. اوكي ماشي. طب رحت فين تاني؟ رحت فين تاني؟ اصلا دي كنت انا واخد روت من المانيا وطلعت منها قطر على باريس وبعد كده بروكسل وبعد كده رحت على هولندا. ومن هولندا رجعت ماشي. بعديها رحت على تركيا. بلد فيها ميكس كده يعني مش موجود في حتة تانية. اولا بتحس فيها براحة نفسية فظيعة.
حتى لو انت مش بتعمل حاجه. يعني هتلاقي معظم دول اوروبا انت قاعد بتعمل حاجه، بتروح مكان، انت في اسطنبول او في تركيا عموما انت بتحس ان انت مرتاح نفسيا. وفي حاجات كتير جدا. يعني هي بصراحه دوله مبهره جامد. ايه تاني؟ الدوله الثانيه الحته دي في البودكاست علشان الناس اللي بتبقى نفسها تسافر بس عايزه تسمع حتى انسايت عن كل بلد كده. ايه البلاد اللي الراجل ده اللي بيسافر كتير ده ممكن يبقى سافر فين، فانا ابقى الخط هيبقى ماشي ازاي. أيوة. وعجبني ان انت بتقول انا راسم خط، فانت واضح على الخريطه رسمت خط مشيت عليه صح. بالظبط، لان انا كنت بظبط اجازاتي مع بلان السفر، ان انا اظبط عدد الايام اللي هسافرها، اروح من هنا لهنا لهنا لهنا. ودي اجمل حاجه، ان انت تقعد اصلا تخطط للسفريه قبليها وتعمل حجوزاتك. وكمان يعني اوروبا لازم فيها تحجز من بدري. يعني حتى القطر، حتى اي حاجه، كل ما الوقت بيقرب كل ما الاسعار بتاعتها بتزيد جدا طبعا. فانت لازم تبقى مظبط كل حاجه بالدقيقه. فهتلاقي ميزه الدقه عندهم، ان هي بتبقى دي الميزه فيها، ان انت ممكن تظبط بالدقيقه. انا هنزل هنا ويوم كذا الساعه كذا بالدقيقه هركب المواصله دي تنزلني هنا. جامد جدا. هنتكلم عن حته التخطيط جوه السفر دي. بس أوكي. فانت دلوقتي تركيا، بعد كده تعال نعدي عليهم بقى بسرعه. تركيا هيبقى زي ما قلت لك اكتر دوله انا بنصح الناس تسافرها، ان هي كل مدينه فيها ليها طابع مميز وكأنها دوله مختلفه. حلو قوي. في متاحف في تركيا سمعت عنها انا كده، متاحف فيها حاجات عن العثماني صح؟ ايوه بالظبط. كان حد حكى لي راح زياره، نفسي اروح جدا الصراحه. ده حقيقي جامد قوي. ايه كمان؟ هو اللي بيحب التاريخ كمان، التاريخ العثماني والحاجات دي هيستمتع جدا جدا في تركيا عموما. بعديها بقى التشيك. مدينه براغ. المدينه دي جميله جدا، من دول بتاعت شرق اوروبا. بس دولة جميلة جدا، انت بتحس كأنك كده رجعت للعصور الوسطى اول ما بتنزل فيها. من البلاد القليلة اللي ما اتضربتش في الحرب العالمية، فلسه محتفظة، لان معظم اوروبا اتضربت في الحرب العالمية وبقت مش موجودة الاثار القديمة. فبراغ دي بصراحة كانت ممتعة جدا. وبعد كده بودابست. بعد كده بندخل على بودابست. بودابست هي مدينة معروفة بالنايت لايف. مدينة شبابية قوي، وفيها يعني الشباب كلهم بتاع اوروبا بيروحوا يسهروا هناك. وهي مدينة كده استغفر الله خفيفة على القلب كده. ما نروحهاش يعني. لا خالص. هي في حاجات اثار برضو الصبح وحاجات زي كده ممكن انا ماليش في النايت لايف يا استاذ عمرو، بروح الصبح جدا يعني. والله هناك حلو قوي. ايه تاني ممكن ندخل على؟ في بعديها ممكن البانيا طبعا لحد السنه اللي فاتت كانت فاتحه للمصريين، فكنت باخد تجربه بقى ايه المدينه ديت من دول البلقان. فدول البلقان دي دول جميله جدا. يعني انا لسه ببتدي اهو اكتشف فيها كذا مدينه. بس اولا هم ميكس بين كذا حاجه، واكلهم حلو جدا. كل دول البلقان اكلها حلو جدا. حلو قوي. عندهم ملوخيه يا استاذ عمرو؟ لا عندهم لحوم. عندهم لحمه. يعني انا كنت لسه في مونتينيجرو، بجد اللحمه مفيش احلى من كده. عارف انت هناك وقت والحاجات بقى تربيه بقى في المزارع. هو اصلا البقر بتاعهم والحاجات ديت هو بيعيش عيشه ناس كتير احسن من ناس كتير يعني. احسن مني انا من الاخر بصراحه. يعني انا عامل على فكره فيديوهات عن البقر، بس والله حياه البقر في سويسرا. اوكي يعني دي بجد حياه كريمه. يا نهار ابيض بجد. البقر ليه بيوت والله العظيم البيت بتاع البقرة انا اتمنى اعيش فيه. هو عبارة عن بيت اكواخ خشبية، قاعدين مبيتوهم في اكواخ خشبية. ليه؟ علشان طبعا ده بيسقع، بيحصل مثلا عاصفة امطار بتاع، فليه مكان ينام فيه، ما بيتسابش في الشارع ده كده. وكمان بما اننا دخلنا على سويسرا وننجلها لوحدها عشان سويسرا دي عاوزة جزء بصراحة. ماشي نتكلم عنها. ماشي نتكلم عن سويسرا لوحدها، نتكلم عنها لوحدها قدام. ماشي يعني ماشي. ايه تاني؟ مونتينيجرو دي اخر دولة ماشي. انا لسه جاي منها من اسبوعين. اوكي. دي برضو من دول البلقان، وهي حاليا فاتحة المصريين لحد شهر 10 بدون تأشيرة. هي بصراحة بلد مبهرة جدا وصغيرة جدا. يعني هي ثالث احدث دولة في العالم. كانت ضمن صربيا بس هي دولة جميلة جدا، فيها ميكس بين حاجات كتير تعملها في مكان ايه واحد. انشطة كتير، زي مثلا تقدر تعمل باراجلايدنج. ما تقول اقدر اعمل ايه؟ ايوه يعني نعمل ايه؟ اعمل ايه يا استاذ عمرو؟ هتنط بباراشوت،
زيب لاين بين جبلين، ماشي. رافتنج في النهر والتأديف حلو والحاجات ديت. حلو قوي. فيها جبال وطبيعة، فيها جزء كده عامل زي سويسرا جدا من الطبيعة والجبال والأنهار. حلو قوي. شلالات، حتى في لون المياه كده تركواز في بعض الأماكن. فيها بقى مدينة شواطئ بقى، مدن شاطئية ومدن بالليل مثلا أماكن خروجات. فكل حاجة في مكان واحد، والدولة صغيرة ملموم فظريف بالظبط، وبدون تأشيرة كمان. دي بقى يعني أهم حاجة. تموت انت في الدول اللي بدون تأشيرة. بدون تأشيرة دي أنا أحبها. انت بتدور على الحوار ده؟ طبعا جامد جدا. كلنا بندور على طب الحوار ايه ده. ايه الدول اللي دلوقتي فاتحة بدون تأشيرة حاليا مونتينيجرو حلو لحد شهر 10 بدون تأشيرة. عندك طبعا كان في ألبانيا لحد السنة اللي فاتت. عندك لبنان بتأشيرة عند الوصول، فبتقدر تحجز أو تذكرة طيران وتروح تسافرها على طول. عندك عندك إندونيسيا بالي، من أجمل الدول يا الله. دي حلو بتأشيرة عند الوصول $35. ماليزيا بدون تأشيرة. عندك مثلا في حاجات تأشيرتها سهلة مثلا زي تايلاند، تأشيرة أي حد يقدر يطلعها. فممكن برضو تحطها في ضمن الحاجات اللي حد ما سافرش قبل كده يقدر يسافرها بسهولة جدا. فالناس اللي عايزة تسافر تبدأ بالحاجات اللي ما فيهاش تأشيرات، واللي تأشيراته سهل طبعا ويلعب سهل. ها جدا. طب عايزين نلعب سهل ورخيص بقى. حلو. فايه ارخص سفريات طلعتها؟ يعني ارخص سفرية ده طلعت سافرت في يعني دفعت فيها كام شاكب راكب كده بابا غنوجو؟ ارخص سفرية كانت الامارات 2021. ايه يا عم الكلام ده؟ ما انا هقول لك بقى ليه بقى. ده انا رحت حسيت ان انا هرجع بيها البقرة بتاعتنا والبتاع عشان ما هو ده بقى على حسب. يعني انا طول عمري مقتنع بحاجة، ممكن اتنين مثلا راحوا ايطاليا، الاتنين شافوا نفس الاماكن، بس واحد صرف 50,000 وواحد صرف 10,000. ايه الفرق ما بينهم؟ واحد يعني شخص مثلا بيحب يقعد في اوتيلات 4 و5 نجوم، وممكن تركب طيارة بيزنس كلاس وتقعد عيشة وعربية اول ما تيجي تستقبلك وهكذا. دي هتبقى ليك حياتك ومصاريفك وليك لايف ستايل بتاعك ما ينفعش تقل عنه، زي العربيات كده. ده ما ينفعش يقل عن عربية كذا، مع انه ممكن تركب عربية اقل من كده، بس هو كل واحد ده بالنسبة له. الشخص التاني اللي راح نفس الاماكن وانبسط بقى بلو بادجت، هو سافر برضو بطيارة بس بطيران اقتصادي. في طيران اسمه طيران اقتصادي، ده كنز. ده يعني هو السبب الرئيسي في ان انا هفضل اسافر طول ما الطيران الاقتصادي ده موجود. ده اللي هو الوزة؟ ده بجد؟ بالظبط. لا بجد، ده الواحد بيقول كده ربنا يخليهم لنا. يعني ربنا يخلي لنا ويز اير. ايه بخاف منها قوي يا عم، طيارة خطيرة قوي. خطيرة ليه؟ بحس نركب وزة في الهواء. انا ركبت هي وزة فعلا. لا بجد، تخيل انا سافرت الامارات ب 250 جنيه، كانت عرض عاملاه ويز اير. اول ما فتحت في مصر، فتحت في مطار سوهاج. في واحد صاحبي هيحبك قوي بالسفريه ب 250 جنيه دي. دي كانت سفريه العمر. كانت ويز اير لسه فاتحه في مصر وفاتحه في سوهاج، فكانت عامله عرض لو انت سافرت من سوهاج لابو ظبي، سعر التذكره الذهاب لوحدها ب 100 جنيه والعوده ب 150 جنيه. فاحنا كده قررنا، احنا كده 3، يلا يا جماعه نجرب الموضوع ده. ازاي مش ازاي، اكيد لا في حوار، تعالوا نجربه. فركبنا، يعني عاوز اقول لك ان الاتوبيس اللي احنا ركبناه من القاهره لحد ما وصلنا سوهاج كان سعره اغلى من التذكره. بجد كان اريح من الطياره. هو كان اريح. بجد الطياره على فكره عاديه، يعني الطياره كويسه طبعا، مش زي الطياره التانية، بس الفروقات مش ضخمه زي مثلا بين الميكروباص والعربيه. فاهم قصدي؟ غير طبعا لو حد مثلا ايه مريض، حد يعني بيقلق من مطبات الهواء، حاجات زي كده، ده ممكن يقلق من التجربه. طيب هنروح لموضوع الطيران ده، بس ماشي. انت دلوقتي بنتكلم عن ارخص سفريه كانت الامارات، فسافرت ب 250 جنيه رايح جاي بالظبط على طيران. قعدت كام يوم؟ ويز اير قعدنا اسبوع. صرفت كام بقى تقريبا؟ كان اجمالي حوالي 5000 6000. ايه يا عم شامل كل حاجه. بتكلم جد؟ 5000 جنيه على بيت في الشارع ولا ايه؟ لا قعدنا في ارخص هوستل موجود في دبي كلها، ارخص هوستل، لانه كمان على فكره كنا حاجزين متاخر. فان احنا لقيناه بالسعر ده كان كده، كان غالي كمان.
بس كنا قاعدين بقى في الاقامه اللي هي الهوستل، وانت اقامه بيت شباب، بتكون قاعد الاوضه الواحده فيها حوالي مثلا 8 اشخاص. فدي ممكن الناس ما تتقبلهاش او ما ترضاش تقعد في حاجه أوكي. زي كده. مهم. بس انت لو تقبلتها هتوفر على نفسك، لان اغلى حاجتين هو الطيران والاقامه. لو دول وفرت فيهم هتلاقي بقيه الحاجات اكل وشرب، حاجات زي كده يعني. جامد جدا. طب نرجع للطيران بقى. مم. ارخص طيران ويز اير ده صح؟ هو مش ويز اير بس، هو في كذا طيران. هو عموما اسمه كونسبت الطيران الاقتصادي. اصلا انا ركبت انا اصلا انا ركبت اسمه ايه، نسمة واير وفي كذا حاجه، ومصريه ايرلاينز، في كذا طياره كده. بصراحه كانت تجربه سيئه جدا. مصرية داخلي. صعبه قوي، صعبه قوي يعني. من وفلاي ناس والحاجات دي، الطيارات أيوة. الطيارات الصغيره دي صعبه مرهقه قوي يا عم. يعني بحس هو ان انا في ممكن اكتر حاجه بتحسها في الهبوط. يا عم هبوط ممكن ده انا جالي هبوط لا. طول الرحله. بجد؟ حاسس ان انا بس انا مش عارف، لما بوفر بنبسط راكب أوي. اتوبيس نهري. بنبسط قوي. ايوه يا عم توفر، بس كنت في الجو. لا حصل كذا موقف كمان إيه؟ كذا مره كده، طياره كانت تتقلب بيا وحاجات ده كده بجد صعبه. والله؟ ده بجد إيه ده؟ التجربه لا، كانت صعبه مش- قوي. انا قعدت حبه لا عندي الحمد لله فوبيا. تجاربي كانت حلوه. يعني 6 شهور كان عندي فوبيا من الطيران بسبب الطياره دي. اوكي. يعني لا جرب ويز اير هتنبسط. تمام. هذا الاعلان غير مدفوع. ارحمني يا عم. ممكن ابقى لو سفريه حلوه اقنعتني معاك مره ايه اطلع والله معاك. تعالى واحنا لو جربها. انت بتقولي نسافر سوا، لو هنسافر بويز أيوة. اير. بجد تعمليش كده. ارخص سفريه يعني انت عارف الاغراء في السعر. يعني تشاكي براكب تسفرني ب 5000 اصلا دي جنيه. هتوصلك ودي هتوصلك. تمام. محدش عارف. الاعمار بيد الله. لا بجد. انت على فكره لو خدتها بالارقام هتلاقي ان الطيران في شركات طيران كبيره جدا معروفه هي واخده اعلى ارقام في الحوادث الطيران مثلا كحوادث. فممكن اسافر سفريه ب 5000 جنيه. حاليا لا. اقل سفريه بقى ممكن المها دلوقتي بكام؟ اسبوع مثلا في حته. بص برا هو مصر. ما فيش رقم معين، بس احنا بنبتدي نعرف تكلفه السفريه منين. مم. العكس يعني انا دلوقتي لو انا عاوز اظبط سفريه على اجازاتي، لو مثلا اجازه حلو. العيد الكبير اجازه العيد الصغير، دي قدامك اختيار من اتنين. يا هتحجز من بدري قوي قبلها بشهور 3-4 شهور، او احنا كده بنتكلم عن تخطيط الرحله صح؟ يعني عشان بس ناس ما تتوهش. ماشي. هنخطط ازاي لرحله سفر صح كده؟ ماشي قول لنا ازاي أوكي. بتخطط لرحله سفر. تخطيط في طريقتين. اوكي. اول طريقه لو انت عاوز ارخص حاجه، مم. واللي هو مثلا انا بعملها، اول حاجه انت بتدور على تذكره الطيران الاول. يعني دي اول حاجه انا بفكر فيها. تذكره طيران لمكان ولا اي تذكره طيران؟ اي مكان. تفتح سكاي سكانر وتقعد دي تسليه. دي هوايه في حد ذاتها. اوكي. تقعد تفتح سكاي سكانر وتعمل من ايجيبت، حتى ما تحددش المطار فين في مصر، من ايجيبت لاي مكان في العالم، والتواريخ في اي تاريخ تلاقيه. ممكن لو عاوز يعني تقول له مثلا عاوز احددها في شهر معين، ماشي. وهو بقى يجيب لك بقى الدول، ايه هي الدول وايه هي العروض اللي موجوده. حلو. وتقعد بقى تدخل بقى تقلب، وبعد كده تدخل تشوف دي في المطار ايه وهتروح فين. فدي ارخص طريقه. فدي انت بس دي بتخليك انت مجبر على التاريخ الرخيص اللي فيه التذكره، وعلى اساسها بتبني حواليها بقى ايه الرحله كلها. يعني طلع عجيزه ترافلز ده كله ماشي على سكاي سكانرز. كله ماشي العالم كله ماشي على سكاي سكانر. حلو قوي. فبتظبط تيكت، ارخص تيكت، بعد كده تروح تبيلد اب عليها بقيه الرحله بقى. بالظبط. تعمل ايه بقى بعد كده؟ خلاص حجزنا الطيران. حجزت الطياره. تاني حاجه بتدخل بقى تشوف تعمل سيرش الاول كده على على الدوله ديت، وتشوف انت عاوز تروح فين، اقعد فين، اقعد في مدينه ايه. بتعمل برضو من ضمن الحاجات اللي بنعملها، بنعمل مثلا حتى سيرش على جوجل او في ابلكيشنز كتير، تقدر تشوف ايه الحاجات اللي ممكن اعملها، ايه الانشطه، ايه المدن الرئيسيه، عشان اعرف حقيم في دوله في مدينه ايه. حلو قوي. وبعد كده بشوف بقى مثلا من بوكينج، هوستل وورلد، الاقامه اللي انا عاوز اقعد فيها. وبالفلتريشن بختار ارخص حاجه يعني. انا عن نفسي اختار من تحت لفوق وبسم الله. بتشوف. بس انت طبعا بتشوف الريفيو بتاع المكان اللي انت هتقعد فيه. فارخص حاجه هي ايه؟ هي اقامه في هوستل. الهوستل ده للناس اللي مش عارفاه هو يعتبر زي بيت شباب بيجتمع فيه ناس بتسافر برضو زيك بشنطه على ظهرك، وبيقعدوا كلهم في مكان واحد. بس ما بقاش الشنطه دي حاجات مهمه عشان ممكن تتسرق ولا عادي ولا لا ايه؟ ما انت بقى لازم تبقى واخد بالك بقى، تبقى حذر بقى. القفل بقى معايا
مفتاحك في جيبك مم. وقافل السوسته بتاعت بتاعت البنطلون، يعني يعني تاخد قصه احتياطاتك الامنيه على بقى. الاخر. يعني الاحتياطات دي عاوزين نتكلمها في بوينت لوحدها. جامد. فالهوستل ده بتقعد انت ممكن معاك في الاوضه 8 9، قعدت قبل كده مع حاجه و20 واحد معايا في الاوضه. اوف. فبيبقى سرير في اوضه. جميل قوي. بس ده اوبشن. في اوبشن تاني لو انت عاوز ببلاش خالص، بس دي مش كل الناس يقدروا يعملوها، دي يعني حاجه محتاجه وقت وخبره وحاجه زي كده، اللي هو حد يستضيفك عنده في البيت. في ابلكيشن مثلا اسمه كاوتش سيرفنج، ده بيقدر عن طريقه ان حد زي تبادل منفعه، تبادل ثقافات. وتبادل ثقافات. ان حد بيبقى عاوز يستضيف حد عنده عشان يقعد يتكلم معاه ويدردش معاه، واما يجي يسافر هو البلد دي يلاقي حد يستضيفه. ما بيبقاش فيه، مش شرط عليه ان هو يعمل كده ولا شرط عليك، بس هو الناس كلها حابه تعرف ثقافات، ثقافه البلد بتاعتك، وينزل يفسحك ويخرجك وهكذا يعني. يا ده حلو قوي ده. دي حاجه جميله جدا. حتى لو ما استخدمتش الجزء الاولاني اللي انت تبات عند حد، طبعا كل حاجه انت بتقرا التقييمات وبتشوف الراجل ده موثوق فيه، والناس اللي قبلك ايه اللي حصل معاهم، يعني كل حاجه. هي الريفيو هو انت عينك اللي انت بتشوف بيها المكان اللي انت هتروحه في اي حاجه في الدنيا. حلو قوي. والجزء التاني انت ممكن تخرج برضو مع اجانب. دي نرجع دي للاقامه. تالت حاجه الخطه، انا هعمل ايه في البلد دي، فبعمل سيرش بقى على اهم الاماكن اللي هروحها. اشوف الاماكن دي هروحها ازاي، طب التكلفه في كل حاجه ايه، واقعد احجز بقى لو انا هنتقل من مدينه معينه للمدينه التانية، طب المواصلات اللي ليها ايه. يعني في ويب سايت مخصص ان هو يقول لك من اي مكان في العالم المكان اللي انت عاوز تروح. لو انت عاوز اروح من هنا، عاوز اسافر اي دوله او مدينه تانية، يقول لك كل انواع المواصلات اللي ممكن تلاقيها وسعرها كام، من قطر لطياره لباص لعربيه او تاكسي، ويقول لك سعرها كام وهتاخد وقت قد ايه وهتركب لها ايه. جامد جدا. فده انت كده معاك كل حاجه. فبس طيب انت ايه بقى الحاجات الاحتياطات اللي ممكن حد وهو مسافر ياخدها؟ يعني انت من شويه كنت بتقول وانا نايم في هوستل فناس كتير فحطت المفتاح في جيبي ومش ايه بقى حاجات زي دي، تيبس وتريكس نقولها للناس فياخدوا بالهم منها لو حد مسافر بقى سفريه زي اللي انت بتحكي عليهم دول. حلو جدا. اول حاجه بالنسبه للشنطه لازم يكون يعني بيبقى قافل معاه قفل وحاطط المفتاح في كذا مكان، المفتاح بتاعه في كذا مكان معايا. اوكي. والهوستل مثلا اللي احنا بنقعد فيه ده بيكون فيه زي خزينه كده بتكون خاصه بكل واحد، وبيكون فيه قفل، فانت بتبقى جايب القفل بتاعك معاك عشان تبقى ايه قافل على حاجتك ومطمن عليها. ممكن في برضو اماكن بتوفر لك قفل، بس لا، اضمن حاجه تجيب انت قفلك معاك، تبقى ماشي في الشارع قافل شنطتك، قاعد في المكان الاقامه بتاعتك او الهوستل ده بتبقى برضو قافل على حاجتك بالقفل معاك، فانت ايه بتبقى مطمن. طبعا بوزع الفلوس بتاعتي، جزء يكون في الشنطه، جزء يكون في الجيب ده، جزء في الجيب ده، فاهم؟ لازم تبقى عامل احتياطات في كذا حاجه. ممكن الشنطه تتسرق لا قدر الله. طبعا حاجة. كل شيء جايز. واهم حاجه ان انت بتقفل يعني اشهر حوادث مثلا في اوروبا هي حوادث النشل. غجر اوروبا او في ناس كتير يعني معروفين عصابات معروفه ان هم ايديهم خفيفه جدا وموجودين جدا في تركيا بقى، متخصص في النشل، فانت مش هتحس باي حاجه غير ايه فجاه مش هتلاقي الفلوس. فاول حاجه بتعملها ان انت بتروح قافل شنطتك بقفل، وتبقى لو انت في مكان زحمه ببقى حاططها قدامي، يعني تعكس الشنطه بدل ما يقدرك تبقى قدامك عشان ايه تبقى شايف مفيش حد ورا ايه ايده تفتح او حاجه زي كده. وبتبقى لابس عارف انت البنطلونات اللي فيها سوسته كده سبور وحاجات زي كده، علشان ايه محدش يفتح الجيب كمان او ايه يطلع فلوس. حلو قوي. ايه كمان؟ معظم الفلوس بتاعتي بعتمد عليها على الكريدت كارد، ما تبقاش معاك كاش كتير. طبعا على حسب الدوله اللي انت هتسافرها، بس معظم دول اوروبا والحاجات ديت معظمها بكريدت كارد، مش محتاجين كاش اساسا، فانت بس بيبقى معاك حاجات للطوارئ. حلو قوي. ما تنزلش بالباسبور بتاعك خالص، خلي الباسبور بتاعك في الشنطه اللي مقفول عليها. كل ده اتعودت طول عمري ان انا اروح مصور الباسبور ومصور نسخه من اوراقي، تبقى معاك باك اب على الموبايل عشان في اي حاله قدريه تبقى اوراقك جاهزه يعني. حلو قوي. لان انا اكيد يعني الحاجات دي كلها جت زي مهاره بالاكتساب. يعني كذا مره كنت معايا شنطه صغيره وحصل لي موقفين، يعني ان انا عشان اتصور فبروح الحها وحاططها واروح اتصور واروح ناسي وماشي.
أوكي. فطبعا تصور ورقك. فروح فجأة راجع تاني. بس طبعا بقى كانت بتبقى حاجات بقى احنا ما بنصدقهاش. يعني حصلت لي مرتين، مرة في باريس ومرة في برلين في ألمانيا، ان انا نسيت الشنطة ومشيت، وبعد ما مشيت وقفت اتصور في المكان التاني افتكرت ان انا الشنطة اللي كان فيها كل حاجة بقى، معظم فلوسي والباسبور وكل. فتخيل اول يوم في السفرية تلاقي فجأة كل حاجة مش باظت موجود. السفرية. حد يعني ما سألت وبتاع، لقيت راجل عجوز كده وبسأله بالصدفة، ما شفتش، قلت اكيد ما شافش حاجة ولا حد ولا حلقة تاني. قال لي انا كنت بدور على على صاحب ما لقيتهوش، رحت مديها للامن والامن خدها وخدت الشنطة، وكانت حاجة مش مصدقها. انا قعدت احضن الناس انت فاهم ايه ده ازاي، انت فاهم. في موقف كده بتبقى حلوة قوي يعني بتاعت. طب ايه اصعب مواقف حصلت لك في السفر؟ اصعب؟ طب ما نخليها احلى موقف الاول. يلا. يعني بجد احلى حاجه في السفر اساسا، واللي بتخليني اسافر وعاوز اسافر، ويعني ويمكن كمان ناس كتير ما بتتكلمش عنها او ما بتعرفش توصفها. هي في مواقف كده صغيره بتحصل في السفر، زي لسه حكي دلوقتي، بتخليك تحس عارف ان الدنيا بخير، في ناس لسه بيور بتطلع بره الزوم بتاعتك كده من المواقف دي. يعني حلو مثلا اكترهم انا فاكره، كنت مرة قاعد في المطار وبشتري حاجة من السوبر ماركت، وبسأل يعني الراجل بتاع الكاشير، بقول له دي فيها لحم خنزير او لا. فالمهم ما عرفناش، ما كانش فاهمني ولا انا فاهمه. وبعد كده مش عارف سألته بطريقة تانية، قال لي انت عربي؟ قلت له لا ما تقول لي كده من الصبح ومش عارف مين. هو طلع هو سوري. اوكي. الراجل ده انا بجد كانت راجل فظيع. اول ما عرف ان انا عربي ومصري، بص كان طاير بيا ولا انت لازم تقعد معايا، استنى الشفت هيخلص. انا مش فاهم في ايه، عادي ما انت مصري. قلت له طيب ماشي. وانا كنت قاعد المفروض يعني هقعد لحد الصبح في المطار، هفضل قاعد، وتاني يوم طيارتي على الظهر، فانا كنت قاعد يعني يعتبر بايت في المطار. اوكي. شويه والراجل ده يجي لي في البريك ويقعد يتكلم معايا شويه، وبعد كده حد مصري تاني يقول له ده صاحبك قاعد هناك واقعدوا ومش عارفه مين. المهم الراجل ده خلص الشيفت بتاعه وقعد يتكلم معايا، عارف ان انا ما عنديش مكان ابات فيه. انا مش يعني ما عنديش مكان عشان انا كنت عندي طياره تاني يوم، وانا متعود بقى، انا بحب المرمطه والحاجات ديت. فقلت مش هحجز اخر ليله ديت، وانا كده كده طيارتي تاني يوم الساعه 12 ولا حاجه، فافضل في المطار اقعد الف وكده. فاول ما قلت له كده قال لي لا انت ازاي، انت لازم تيجي تبات معايا وتقعد معايا وافسحك بكره لحد ميعاد طيارتك، وازاي وعيب تفضل في الشقه. راجل ما يعرفنيش، راجل شغال كاشير في سوبر ماركت، لك ان تتخيل. وفي وسط واحنا قاعدين اتعرف على واحد تاني راجل سوري، وراجل كان كبير وعنده مشكله كبيره. يعني هو راجل كسر فيزا، والمطارات بترميه يعني حاجه اللي هو بالنسبه له هو عليه هو كارثه. يعني هو اصلا راجل معاه اقامته وراجل ورقه صح وكل حاجه. فقعدوا معانا بيقولوا انتوا هتيجوا باتوا انتوا الاثنين. ايه اللي يا جماعه ازاي هنيجي بات الاثنين؟ في لحظه انا شكيت، قلت في حاجه غلط، قلت زي يعني عزومه كده وربنا يخليك وشكرا والله ابدا، وهتيجي معايا وبتاع من هنا لهنا. المهم في الاخر انا يعني فضلت بتمشى معاه لحد ما وصل عند البيت، وبعد كده قلت له لا انا يعني انا تمام، واصريت بقى. قلت يعني ما قعدت اتكلم معاه في الطريق، عرفت ان هم شباب حوالي مثلا 15 واحد قاعدين في بيت. يعني هو مش راجل مثلا غني او راجل مقتدر، ده هو واحد يعني فقير شويه او مستوى متوسط او كده، بالظبط متواضع. بس هو الراجل جواه بصراحة يعني احسن كرم. كرم فظيع ما شاء الله. حتى الراجل الكبير التاني اللي كان معانا قال لي، انا مش فاكر اسم المدينة، قال لي المدينة اللي هو منها في الشام دول معروفين ان هم اهل كرم واهل ضيافة. فهو دي عادة فيه، وعارف زي عندنا كده في الصعيد. فدول ناس كده معروفة عنهم. أسوان احلى محافظتين. ايوه بالظبط، زي اهل النوبة كده عندنا. جامد. فمن المواقف اللي ما انساهاش عمري يعني. جامد. في حاجه تاني، في موقف تاني، في موقف تاني اللي هو زي الحاجات كذا مره انا حاجتي انساها وان هي كانت تتساق وكده الاقيها ولا حد محتفظ لي بيها كامله. في مره كنت تايه في الشارع مش عارف اوصل للبيت اللي انا مأجره، انه كان بيت بتاع اجانب يعني، كنت هدخل يعني هبقى معاهم في البيت.
فمش عارف اوصل خالص لاي حاجه. ففي النص بسال ناس كانوا طالعين جيران بيوصلوا واحد يعني من البيت وبتاع، فبقول لهم معلش ممكن اتكلم من عندكم تليفون عشان حصل لي كذا 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 كذا. لقيتهم بيكلموا الناس ووصلوني لحد البيت مواقف كده بتحس فجأة كده اللي هو ايه ده مش في العالم، احنا في حاجة انا مش مصدق. فالمواقف الصغيرة اللي بتحصل ديت من جدعنة، من حاجات كمان الاكبر من كده تقدر تقول زي رحمة ربنا. يعني خلي بالك انت طول ما انت مسافر غير ما انت في بلدك. يعني طول ما انا في بلدك طول ما انت في بلدك بتحس لو حصل لي اي حاجة من هكلم كذا يلحقني. طول ما انت مسافر انا مفيش حد خالص بقى ممكن يلحقك. انت لو حصل لك حاجة انت حرفيا ماشي برحمة ربنا من كل موقف يحصل لك، او كل موقف كويس او وحش. فبتحس قوي بالقدريات، بالحاجات البسيطة اللي الناس بتعملها معاك في الغربة جدا. يس. بالظبط، تحس ان رحمة ربنا ان هو ممكن ينقذك من موقف ان انت كنت ممكن تقع فيه، ممكن ينقذك من مكان وحش ان انت كنت تروحه وتلاقي فجأة اتنقلت المكان حلو جدا. فجأة قابلت واحد ما كنتش تعرفه من سنين عرفك مكان، حاجات زي كده. حلو قوي. اتكلمنا على موقف حلوة مرت عليك في السفر. عايزين كمان نقول موقف ايه مواقف وحشة بقى، يعني ايه حاجات ما تنساهاش برضو، علامات سودة في السفريات. علامات سودة. علامات سودة ان انا كنت هتعرض للسرقة كذا مرة، بس من رحمة ربنا، ولازم بقول لك هي رحمة ربنا ساعات بينقذك من مواقف كده. كنت من التعب، لان انا كنت بمشي ساعات ببلان ان انا علشان اروح مدن كتير في اوروبا او حاجات زي كده، ان انا كنت مثلا ايه ابات في الاتوبيس. مثلا هيبقى مثلا السفر 7 ساعات، فالسبع ساعات دول اختار الاتوبيس بتاع بالليل فتنام فيه وتصحى تبقى تاني يوم في بلد. جميل. هي ليها متعة فظيعة، بس يعني طبعا ليها مساوئ. المهم طبعا. كنت في محطة اتوبيس ميلانو، عشان انا مطبق كذا يوم، فمن التعب رحت ايه حطت الشنطة قدامي كده ورحت نايم عليها. الله عليك. بس انا كنت برضو ناصح، كنت شايف حد كده شكله محترم، فانا قعدت ايه جنبه بس، وعملت كده ورحت في النوم. وصحيت على ايه، على حد كان ايده خبطت كنت حاطط سيلفي ستيك في جنب الشنطه، ايده خبطت في السيلفي ستيك ده. فانا قمت مفزوع، واتاري اللي كان جنبي ده قام ومشي. معرفش بقى الموضوع بقاله كتير او ايه. وبعد كده لقيت جنبي حرامي وكان بيحاول يفتح الشنطه. حلاوه. فانا قمت بقى طبعا هي من عند ربنا، وايده خبطت في السيلفي، فانا بتاعت هزت، فانا رحت قايم مفزوع ببص له. طبعا بقى كان ايطالي، فبقى بونجورنو، عمال هو بيتكلم في الموبايل بقى بونجورنو مش عارف ايه، وانا بقى ايه مش عارف يعني شديت معاه في الكلام. وبعد كده ببص قدامي وببص عليه، يعني قمت خطوتين كده احاول افضحه في المكان او انادي حد او كده. انت شفت حاجات سرقت؟ لا انا بعديها لقيت ان هو فتح لا ما كانش يلحق يسرق حاجه، ما من عند ربنا. كان فتح نص سوسته كده، انا قافل شنطتي بقفل، بس كان في حاجات يعني سوسته تانية اضافيه كنت حاطط فيها بقيه حاجات، كان هي دي اللي كان ايه بيفتحها وهيطلع منها. فدي من موقف تاني. وده يعني حاجه بقى تعلمك بقى ايه اللي هو يعني ساعات الواحد بياخد ثقه في نفسه بزياده في السفر او كده بقى، اللي هو خلاص بقى عامل فيها ان هو اللي عارف كل حاجه بقى مثلا، والطياره دي لعبتي وبتاع. فكانت في قطر، وكنت نازل قطر ترانزيت وكاس العالم بقى. فنزلت خدت لفه وقعدت الفلف وبتاع لحد قبل ميعاد الطياره، وانا عارف بقى هو ايه الجيت هتقفل قبليها بساعه وانا ظابط ميعادي بالظبط وهكذا. طبعا حصلت زحمه، راح قطر، المهم راحت عليا الطياره على حوالي 10 دقايق فرق. فطبعا دي من اكتر المواقف اللي تقهرك بقى ان انت. انا لازم اعرفك عمرو على حد من اصحابي كده، هو بيفوت طيارات بجد بس. وايه بقى هو هتلاقيه بيسمعنا في البودكاست، هبعت له الحته دي عشان ما بقاش قلت من وراه، يعني هو عارف ان انا بتكلم عنه. ده هو بيتكلم عن الحته دي على طول، يعني فخور بيها يعني بجد. انا اموت بيسافر يضيع طيارات كتير. مره سافرت معاه قطر، ضيع القطر بقى في مشهد كده هتلاقيه في فلوج هبعته لك. وهو قال في الفلوج يعني القطر خلاص اتحرك، هو بيجري جنب القطر ولحق وركب.
قال لي الحمد لله، انا دايما الحاجات بتفوتني وبتاع. انا متعود. مره بقى تفوتوا الطياره في ساندوتش ماكدونالدز، تفوتوا الطياره في مش عارف، لا وعادي هنروح لا، لا، نجيب لا، ايس لا. كريم قبل الطياره كده يعني، فاهم؟ ايوه ايوه. لا انا بحب امشي صح، بس يعني جت على اخر كام مره كده. قلشت. قبليها اصل الحاجه ما بتجيش من مره واحده. يعني انا قبليها كانت طياره، كنت مسافر قبليها رحله تانية، كنت في ايطاليا وبتاع. ف رحت قبل الطياره بنص ساعه بتلت ساعه، والطياره اتاخرت. فانت خلاص بقى بعديها بتبقى تحس ان الدنيا حلوه، اوكي. فبعديها بقى اتجرأت اكتر باظت. طب وانت عايز بتدفع غرامه الطياره والطياره اللي طبعا. بعديها ده لو في طياره اصلا. ايوه ما بالظبط. انا في سفريه قريبه كده نزلت المطار وعملت برم ان انا هروح احجز من المطار الطياره التانية الداخليه، وما لقيتش، وسافرت ما بين المكانين بعربيه، وكان 1000 كيلو. أيوة. طيب تعالى نتكلم شويه بقى عن في حته كانت عديت عليها بسرعه، فكره ايه ان انا من خنقتي من شغلي فروحت سافرت. الترانزيشن ده فيه حكايه اكيد. اوكي. هو الموضوع ما كانش شغلي بس، يعني كانت تراكمات كذا حاجه. اولا انا كنت شخصيه متردده جدا، بكره حاجه اسمها الريسك، وان انا اخد مغامره في اي حاجه. كنت من الناس اللي بتحب تمسك العصايه من النص. جميل. الناس اللي تحب ايه، خلينا جنب الحيط، خلينا ماشيين كده، ايه ما احبش اخد اي قرار في حياتي. ف مع تراكمات ده، مع ضغط شغل، مع حاجات زي كده، كانت لحظة فارقة ان انا كنت عاوز، لا انا عاوز اعمل حاجة في حياتي، عاوز اخد اكشن. المهم ابتدت بان انا اول حاجة كنت اعملها اللي هو حوار السفر. فاما ابتديت اسافر حسيت كده بان انا لقيت نفسي، يعني بجد حرفيا حسيت ان انا لقيت نفسي، او اتردت لي روحي، ان انا من اول ما نزلت من المطار في روسيا والانبهار والحاجات دي، حسيت بحاجات اللي هو الواحد ساعات من كتر ما هو بيبقى قاعد جوه الكومفورت زون، منطقة الراحة بتاعته، خلاص بيفضل بقى ايه يلف كده في ساقية. يومك بقى كله يوم الموظف، يعني بالذات بقى كموظفين، انت خلاص بقى يومك بقى الصبح زي بالليل، حياتك كلها بقت متشابهة، ما بقاش في اي معلم لحياتك، بتبقى كل حاجة ايه بتمشيها. لحد ما قررت بقى ان انا اطلع نفسي من الكومفورت زون، منطقة راحتي ديت، وان انا ادخل بقى في ان انا اخد ريسك. بعد اول سفرية ما رجعت، كان القرار اللي هي سفرية روسيا، القرار الوحيد اللي انا خدته، ده كان اكتر قرار صح انا عملته في حياتي، او اجمل قرار انا خدته في حياتي. ان هو ان انا عاوز اعمل تو دو ليست بيفور 30. اوكي، لقيت ان في اجانب وناس بتاع بيعملوا ان هو ليست ايه اكتر الاماكن والحاجات اللي نفسك تعملها في حياتك. لقيت انا عمري ما عملت حاجات زي كده، عمري ما كتبت نفسي احقق ايه في 2023، نفسي اعمل ايه سنة كذا، عمري ما عملت حاجات ديت. فقررت بعد اول سفرية ان انا اكتب الحاجات اللي نفسي فيها كلها، وقلت ان انا تارجتي ان انا احققها. كنت انا لسه ما تمتش 30 سنة، فقلت انا هعملها قبل ما تم 30 سنة، وهو ده كل دماغي بفكر في ان انا هعمل الحاجات دي. والحاجات دي كانت معظمها عن السفر، ان انا اروح الاماكن دي، ان انا اعمل الحاجه دي، اكل حلاوه بالقشطه كذا. بالظبط. يعني كل متدلعه كده يعني الحاجات دي كنت كلها الطموحات. فقررت ان انا زي ما انا كنت بحب اركز في هواياتي، وفي ان انا كجرافيك ديزاينر، وانا اتعلم ان انا اركز بقى في ان انا اعمل التارجت ده، التارجت بتاعي في حياتي كلها. اول من ضمن الحاجات بقى اللي عملتها في الليست اللي كنت كاتبها دي، كان انا مثلا اروح هولندا. كان نفسي ان انا اروح هولندا واتفرج على امستردام والطواحين والحاجات زي كده. وهناك بقى قررت ان انا اعمل اروح بقى ايه قبليها. هي كانت نفس الرحله دي، قبليها رحت باريس برضو، كانت من احلامي ان انا اروحها، وان انا اروح ديزني لاند. بعديها بقى قلت نعلي الادرينالين بقى، ونجيب بقى ايه الاخر، اخر الطموح. قلت جامد. بقى نعمل سكاي دايفنج، وان احنا ننط بقى من طياره من على ارتفاع 13,000 قدم. فدي بص، انا انسان اصلا بترعب، انت مش متخيل ان انا اعملها. تنطيت فين؟ في هولندا. اوكي. ان انا انسان اكون بترعب
واعمل كده. انا كنت عاوز اوصل لك درجه ان انا كنت قبل كده في مصر كان كنت قلت هعمل دايفنج، وانا على المركب رجعت في القرار من كتر الخوف ومن كتر التوتر والقلق ودماغي طب افرض رحت لغيها. فالفتره دي بقى قررت ان انا اكتر حاجه واصعب حاجه ممكن ما اعملهاش كانت هي السكاي دايفنج ديت. وبصراحه دي كانت احلى حاجه انا عملتها. ليه؟ لان انا بعديها حرفيا والله يا شاهين انا حياتي اتغيرت. انا بقيت بعشق الريسك، بقيت بحب المغامره، بقيت بستمتع ان انا عاوز اعمل حاجه عكس طبيعتي. انا طبيعتي الاصليه هو الانسان اللي بيخاف والانسان المتردد. بعديها بقيت خلاص بقيت بعمل كل حاجه عكس الطبيعه دي. لقيتها ان هي متعه. انا اكني كنت قافل على نفسي صندوق وقاعد حابس نفسي فيه والدنيا واسعه. عشان كده حتى انا على فكره انا الهدف من فيديوهاتي وهدف من كل حاجه، والناس بعمل سفريات واخد ناس معايا او كده، ان انا عاوز الناس تطلع من الكومفورت زون بتاعتها جامد. من منطقه راحتها. جرب اعمل حاجه جديده، غامر، عافر، اعمل حاجه عمرك ما كنت تتخيل تعملها، او اللي تقول انا لا عمري ما اعمل كده. لان انا كنت اقول كده، انا كنت اقول انا عمري ما اعمل كده. انا عمري مثلا انا اصلا يعني انسان هادي خجول، ما بحبش اتكلم مثلا قدام كاميرا، ما كنتش احب مش كنتش اجتماعي. فبعديها بدات اكسر كل قفل انا حاطه لدماغي، اقول انا لا اكيد عمري ما اعمل كده. راجل طموحه كان يبقى موظف يا جماعه. بالظبط انت متخيل. فبقيت بعمل كل حاجه عكس الطبع الاساسي بتاعي. فلقيت ان هي متعه مفيش بعد كده. جامد جدا. وبقيت كل شويه ادور لي على حاجه جديده انا خايف منها، ريسك جديد اعمله لنفسي واستمتع بيه. هتشارك في حدث مهم بقى تساعد اخوك، لان انا اون ماي ليست السنه دي ان انا سكاي دايفنج ان شاء الله بجد. مشكله ان انا حلو. من كسلي ان انا اسافر وضغطه الوقت. قلت ايه يعني الحمد لله سافرت كام سفريه السنه دي، بس كانت لاهداف معينه يعني. فقلت خلاص ان شاء الله السنه دي ايه لو لقيت في مصر انطها هنا وخلاص. بس حس انت شجعتني قوي كده، والسفريات بتتلم بمبالغ لذيذه. لا يا باشا انت تاخدني بقى حضرتك سكاي دايفنج وتروح فور ذا سكند تايم ننط نطه حلوه كده في هولندا. يلا بينا بس ناخد دواء الكتل. بس اخد علاج الغضاريف، ناخد العلاج احنا الاثنين وهي ملهاش علاقه بقى، انت بقى مربوط مع حد وبسم الله. بس بجد والله يعني تجربه. متخيل يا باشا. بص انا بقى على فكره انا عكس شخصيتك تماما. اوكي. انا ريسك تيكر جدا. اوكي. يعني انا بس انا كنت اكتر حته بريسك فيها الصراحه البيزنس. يعني خسرت فلوس بالعبيط صراحه في الحته بتاعت البيزنس. والحاجه التانية عملت بقى اشتغلت شغلانات كتيره جدا. تجربه يوتيوب دي كانت تجربه ريسك تيكينج جدا، ان انت تقعد وبعدين بعد شويه تقعد تصرف في ادوات وعده وانت مش عارف الموضوع هيروح فين وبتاع. فريسك تيكينج. وركبت عملت باراسيلينج في السخنه برضو. بس على فكره من احلى الحاجات كمان اللي هو ايه الواحد ياخد السلمه واحده واحده. طبعا يعني حتى في السفر والحاجات ديت بجد الواحد لما بيسافر، لو رحت احلى بلد في الدنيا، لو رحت سويسرا مثلا ولا النرويج ولا حاجه زي كده مره واحده او اول سفريه ليك انت، خلاص ممكن بعد كده بالنسبه لك عينك تاخد على عاديه. فلو واحد بياخد الحاجه واحده هتبقى تموت في سويسرا انت. ايه بقى اكتر احكي لنا عن سويسرا بقى. يعني ليه الموضوع حاسس ان هو واخد حيز من الفراغ من حياتك كده؟ جدا جدا. هي اصلا كانت من اكتر الفيديوهات اللي كنت بشوفها على اليوتيوب. الولد علاء صاحب الله يحرقه. ايوه بالدرون كنا كانت بجد كانت حلمي، وكانت من ضمن الحاجات اللي في الليست بتاعتي اللي لازم اعملها قبل ان انا قبل 30 سنه. طب ما عادي واحد انا دلوقتي في الثلاثينات انا ما سافرش عادي يا باشا. دلوقتي في ليست ال40 احنا حاطينها، ما فيش لازم. كان ليها حاجات كتير تمنعني ان انا اروحها. اولا هي من اغلى دول العالم وانا واحد بسافر ب2 جنيه فاحنا الاثنين لا نجتمع في مكان واحد بصراحه. فكان كل بقى هدفي ان انا احط كل تفكيري ان انا ازاي ادخل المكان ده ب3 جنيه وانبسط واطلع اجري اهرب تاني. وحقيقي في ساعات كتير دول بنشوفها بنلاقيها على الحقيقة أقل، ودول بنلاقيها عادية، ودول بنلاقيها أحلى بكتير. لكن دي يعني سويسرا بجد عدت
كل الاكسبكتيشن اللي كانت في عقلي اللي هي اصلا كانت كبيره جدا جدا. فان انت تلاقي نفسك شايف احلى من الفيديوز اللي انت بتشوفها، دي كانت مرحله انا ما شفتش بعد كده. من اول ما دخلت اول ما تدخل الحدود، انا كنت بروح اول مره رحت عن طريق ايطاليا، ان انت بتدخل من بدايه الحدود حتى مع نهايه الحدود الايطاليه، وبدايه الحدود وانت داخل بالاتوبيس او بالقطر، انت بتفضل منبهر في حلم. وكل حاجه بشوفها بجد بفتكر ان ده احلى منظر انا شفته في حياتي. خلاص بقى ده هو ده، وبعد كده فجاه تلاقي ان ده انت ما شفتش حاجه، انت ما شفتش لسه حاجه، ده لسه. فهي ميزتها ان عارف ان دوله بتعلي على نفسها من كتر الطبيعه والجمال اللي فيها، يعني سبحان الله. جامد. فانت طول ما انت ماشي بجد بتقعد تحس ان هو دي الدنيا، ما بالك الجنه عامله ازاي. بجد انت شايف انهار لونها تركواز، شايف جبال خضراء، شايف لون السماء انت شايف الازرق اللي بتشوفه في التلفزيون بعد الايديتنج. بعد الايديتنج بجد انت شايف الحاجه 8K. فحاجه مبهره. كمان حتى البقر شكله حلو هناك. بتموت يعني في البقر بجد. تحب البقره شقره. يعني البقره لونها اصفر يا جماعه، حرام بجد والله العظيم. عايشين في بيوت دي بقره بيوت خشب، بني ادمين زي اللي بنشوفها في الكرتون كده. فازاي الموضوع كان مبهر. لحد ما قعدت ابحث عن الموضوع، لقيت بقى ان سويسرا البقر عندهم بيعاملوها معامله، اولا ليها شهاده ميلاد من اول ما بتتولد، ليها اسم عيله وسلاله. يعني البقره دي مين بنت مين. الله. تمام. البقره ما ينفعش تخرج بره المزرعه او النطاق بتاعها غير باذن من الحكومه. لو بقره اتوفت لازم يجوا زي الطب الشرعي يجي يشوف سبب وفاتها ايه. بجد والله. كفايه يا عم. لا لسه البقره ليها حقوق وواجبات ايه تاني؟ حقوق وواجبات للبقره طبعا. ايه بقى يعني زي ايه مثلا؟ يعني المزارع لو اساء ليها يتحاسب. طب هتشتكي ازاي بقى؟ هتشتكي ازاي؟ لا ما هو بيجي يحصل اوديت عليهم من الحكومه. ليه بقى كل ده؟ علشان هو البقر اسمه البترول بتاع سويسرا. اوكي. زي ما في بترول كده في الخليج وده الكنز بتاعهم، هو في سويسرا هو البقره دي هي بالنسبه لهم مصنع، بيقدروها جدا طبعا. وبيحترموها جدا. الالبان اللي بتعمل منها الشوكليتس وكذا يس، ان هي مصنع البان، جبن، كميه منافع. ودي هي داخل سويسرا معروفه بالجبن طبعا، كل حاجه اساسها جايه من البقره. حتى بيدلعوها وبيحطوا لها كده جرس كده في رقبتها. تمام. الجرس ده بيوصل سعره الالافات الدولارات. تمام. علشان ايه بقى؟ علشان وهي ماشيه لو دخلت في ضباب او بتاع، فالمزارع يسمع صوت الجرس كده فايه يعرف مكانها. فحياه على الرايق بصراحه يعني. بجد الحته دي هايلايت بعنوان حياه البقره في سويسرا. والله. ده في حاجات تانية والله ليها يعني. قول لي انا بحاول اصلا افتح يعني انا عملت بصراحه حاجه غلط وانا هناك. ايه بقى؟ كان في مكان مزرعه بتاعت بقر، فواحد جاي بقى من الشرق الاوسط، واحد مصري، ايه ده البقره دي والحجم ده وفظيعه ومش عارف لازم اتصور معاها. فنعمل ايه؟ مكتوب بيافطه ممنوع الدخول، حتى كاتبينها كده البقره بتقول لك ما تدخلش جوه ومش عارفه مين عشان ده اكلي وبتاع. فده ما فهمتش انا اللي بيتقال، لما مش مستوعب درجه الكلام اللي بيتقال. فالمهم ده واحد صاحبي دخل الاول وقال لي تعالى الصوره جامده بقى من جوه وفيديو تحفه وبتاع. انا دخلت وراه وجاي اتصور، وبعد كام صورة وبتاع لقيت واحد سويسري جاي بيقول لي انت عارف ان انت هنا في ملكية خاصة، وان انت كده دايس على الاكل بتاعهم. فانا مش اكل ايه؟ قال لي انت كده بتدايس على الاكل بتاعهم وكده بتأذيهم، ان الاكل ده هيموت، اللي هو الحشيش بتاع الارض ده انت كده ما دوست عليه، انت كده يعني شايف هم بيقدسوها لدرجه انت ما تدوسش على الارض اللي هي عليها عشان الاكل اللي هي بتاكله. فناس في عالم تاني، ولازم تطلع بره المكان دوت، وده سياج معموله علشان تحميها من البني ادمين زي ما بيقولوا. فموضوع جميل.
ومن الحاجات الغريبه كمان ان في ناس بتأجر، يعني فلاحين بيأجروا بيوت البقر ديت في الصيف الناس تقعد فيها. ليه بقى؟ البيت حلو جدا يعني، انا هفرجك عليه بجد. انا في اصلا في فيديوهات، انا كنت في اول مره ما رحت اتصورت مع بيته، عملوا يا جماعه الواحد يتمنى يعيش في بيت زي ده. البيت ده شايفين شكله عامل ازاي؟ وكده اكتشفت ان ده اصلا دي حظيره مواشي بتاعتهم بجد والله العظيم. بس لو شفتها بتبص على جبال وطبيعه عندهم فيو احسن وشل- من اللي احنا قاعدين عليه ده يعني. ايه ده الفيو اللي قاعده فيه البقره يا جماعه، ايه ده؟ ومش البقر بس يعني، هو كل بس هو البقر عندهم عشان حاجه مقدسه، فالموضوع جميل. عمرو ده ترانزيشن لحته مهمه قوي كنا محضرينها نتكلم عنها في الحلقه. البقر، لا الهجره. حاسس ان احنا ممكن نتكلم عن انت الحته بتاعت الهجره دي ممكن نفيد الناس فيها. انا شايف انه دي حاجه ممكن وليها طرق واضحه ممكن الناس. والله بص، الهجره انا مع الهجره جدا، بس الهجره الشرعيه يعني. وخلينا نحط كده 100 نقطه على الهجره الشرعيه. حلو لان جدا. انا من السفريات اللي سافرتها، والشخص اللي كنت حكيت لك عليه السوري اللي انا قابلته ده على سبيل المثال حكالي عن هو تجربته لما جه البلد كانت تجربه ان هو جه هجره غير شرعيه، وحكالي عن المأساة ده، جه تهريب وعن طريق البحر، وشاف وان انا قابلت ناس كتير حكولي عن مأساتهم في حوار في الهجره، والناس اللي بتموت في المراكب، والناس اللي بتموت في الرحلات ديت. لسه كنت بتفرج على دوكيومنتري كده صعب قوي. والناس اللي انا نفسي اعمل وثائقي عن الموضوع ده، لان انا حاسس بجد والله ان مسؤوليه عن الموضوع ده. ناس كلها، انا على فكره من اكتر الاسئله اللي بتجيلي عن التهريب بكل الطرق المباشره وغير المباشره، والناس عندها تدفع كل اللي قدامها واللي وراها، بس طلعني من اجل الحلم بحياه افضل في اوروبا. وعادي انا اعرف ناس متبهدلين في اوروبا على فكره، عادي جدا. وفي ناس بترجع، يعني في ناس بترجع، وفي ناس يعني تعال نمشيها خطوه بخطوه. انت اولا في حاله انت حد فكر ان هو يهرب، اول حاجه هو معرض ان هو يتنصب عليه اساسا من مهرب وما يحصلش حاجه. تاني حاجه معرض ان هو يغرق في المركب او يرجع من الحدود. المرحله اللي بعديها انت لو رحت وصلت حتى بالمركب لحد البلد اللي انت بتروحها، واكثرها اللي هي اثينا، او بينزلوا يعني في اسمها دوله ايه اثينا دي بتاعت نسيت مش فاكر. لسه كنت بتفرج على دوكيومنتري وقالوا كانوا راكبين ده. كان انا الدوكيومنتري اللي اتفرجت عليه ده كانوا راكبين على الحافه بتاعت من كتر ما كانش فيه مكان يركبوا جوه المركب بالزبط. كانوا هربانين على البتاع بتاعت المركب. انا عامل فيديو عن الموضوع ده. ده انا شفت الفيديو اترعبت. المركب عشان بياخد مثلا بيطلعون في مراكب صيد، المفروض مثلا بتاخد 20 شخص، بيركب 60 شخص. فلا هو راكب. شفت السن بتاع المركب اللي نازل في الميه تحت المركب ده كانوا شفته. ده شفت كذا الفيديو واحد شفت هرب على البتاعه دي. الافارقه الثلاثه الافارقه. انا عمال افكر انتوا يا جدعان عقلهم ازاي ولا ايه اللي حصل. يعني ممكن محمود لو سرشت على الموضوع حط صوره للناس تشوف الموقف كان صعب جدا. مأساة حرفيا. في ناس بيموتوا من كتر التدافع وهم فوق راس بعض، انت متخيل؟ حلو قوي. فانت دي اول حاجه هجره شرعيه طبعا. لا بالظبط هجره شرعيه. اكمل لك اخر نقطتين. ان هو بيروحوا مثلا يوصلوا لحد اليونان، ومن اليونان يا بيرجعوهم يا انت لو دخلت البلد وانت معكش ورق، معكش تأشيرة، انت وعرفت وانت شاطر وعرفت تهرب ووصلت لحد اوروبا، هتعمل حاجة اسمها شغال في الاسود. شغال في الاسود دي معناها ان انت معكش اي ورق، وان انت معكش ورق مفيش حد هيشغلك، فتشتغل في حتة اللي هي مش هيشغلك غير واحد شغال في الاسود، اللي هو بيشغل الناس اللي مش شغالين قانوني. ولو ادالك مرتب هيديلك مثلا 30% او 40% من الراتب اللي الناس بتاخده قانونيا. وفي الاخر ان هو الناس دي بتبقى مجرمين، انت وسط عالم اجرامي، ففي الاخر يا مش هيديك مرتبك اللي هو حتى اتفق معاه عليك اللي هو التعبان، يا هيبلغ عنك، يا اي مشكله هتحصل فانت هتعيش في حياه يعني كابوس. في ناس كتير جدا 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 بيرجعوا تاني بعد ما بيسافروا، يا ناس بتموت في الطريق. لو قلنا الناس اللي عشان تقدر تقنن اوضاعها حاليا الموضوع بقت صعب جدا، وكل شويه بتصعب اكتر. ومن بعد 2015 وبعد هجرة السوريين الموضوع بقى شبه مستحيل.
بس فما فيش هجرة يعني، خلاص موضوع اتقفل. الهجره بقى الشرعيه في ليها طرق. زي ما انت ممكن مثلا تقدم على الهجره لكندا، الهجره في مثلا قبل كده نزلت فيديو على برنامج الهجره لامريكا. كل سنه امريكا بتفتح برنامج هجره ملوش اي شروط غير انت بتدخل تملى فورم وتملى. ايوه اللوتري. تدخل تملى بياناتك وما بتطلعش عادي في اللوتري. ما بتطلعش، مفيش اي مشكله. ده حقيقي، بس انت مش خسران حاجه. انا تحت مبدأ لو انا مش خسران حاجه اجرب. فاكتب اسمك يمكن تيجي. لو جيت تروح تاخد جرين كارد بقى وتعيش شويه وبتاع. اقامه 5 سنين وبعد كده ممكن توفق اوضاعك وهكذا. حلو قوي. دي اكتر حاجه ممكن تعرف كهجره لو انت عن طريق اللوتري بتاعت امريكا. في ممكن في الطريقه التانية بقى اللي هي مش هجره دايركت، اللي هي عن طريق الدراسه. ان انت تروح تدرس في اي دوله وتحاول خلال سنين دراستك ده تشتغل مثلا بارت تايم. لان مثلا في منح وفي دراسات. في ان انت تقدم على جامعه، والجامعه لو هي مثلا منحه جايه لك او كده، دي مثلا بيدي لك راتب شهري وبلاس ممكن تشتغل بارت تايم. خلال بقى السنين دي تقدر تدور على كارير ليك بعد ما تتخرج. وبرضه في منح تانية ما شرطه ان انت لازم ترجع بلدك. منح. طب انت ازاي الناس تقدم على القصه بتاعت المنح بقى؟ المنح ده بقى قصه كبيره جدا، قصه كده من ضرب الخيال محدش بيصدقها. وفي ناس يقول لك طب ليه هيعملوا كده؟ ف انت سافرت منح يا عمرو؟ لا ما سافرتش منح. اوكي. بس ليا ناس صحابي كتير بيسافروا في حوار المنح ده. هو حوار جميل جدا جدا. يعني من اجمل التجارب اللي تعملها حاجتين: المنح والتطوع. حلو قوي. بس لازم يكون عندك وقت. لازم يكون عندك وقت عشان تقدر تروح حاجه زي كده. سبحان الله. انت عارف الحلقه اللي قبلك عمرو رمضان. أوكي. عمرو سفير معروف بسفير المنح وبتاع مش عارف ايه. عمرو شطور جدا طبعا. وسافر كتير جدا. كل بلاد بقى اللي سافرها يا منح يا تواكس يا تطوع يا كذا. ما بتتخصص في الموضوع ده ما بيطلعش منه زي ادمان كده. جدا جدا زي ما انت ادمنت السفر كده. ايوه بالظبط. فبيقولوا عن طريق المنح ده اجمل واجمل بقى، فاهم؟ بس طبعا مش كل الناس تقدر تاخد المنحه. بمعنى ايه؟ المنحه بتبقى ليها متطلبات. لو انت قدرت تستوفي شروطها هتاخدها. وكمان برضو في كل الحاجات اللي بنتكلم عليها في المنح هم بياخدوا عدد معين. يعني مش كل اللي قدم كل اللي هيطلع المنحه. حلو قوي. دي حاجه بديهيات، عشان في ناس بتستغرب ان هو مثلا بعد ما يقدم ازاي ما اتاخدش. فهو بيعمل فلتريشن امتحانات. فانت لو عديت المراحل ديت هتاخد المنحه. وبرضو فيها نسبه تقدر تقول الحظ. لان ممكن واحد يبقى يعني كل الشروط بتاعته احسن من المقدمين وحد تاني يكون اتاخد. ايه حوار العمره ده؟ العمره انت بتقول بتسافر كل حته وبتيجي لغايه العمره وبيحصل حاجه وبتاع. كانت من اكتر الحاجات اللي حصلت لي في حياتي مرعبه. ان انا كنت مش عارف اعمل عمره. يعني رحت اي مكان وساعة كنت في الاول خالص كنت مستسهل الموضوع بصراحه. اللي هو كنت ايه، حابب اعمل عمره بس في اي وقت. ما هي موضوع سهل، ما هي مفتوحه، ما هي كده مضمونه. فواحده في واحده لحد ما لقيت نفسي لا انا عاوز اعمل عمره. جيت اعمل عمره الاقي بيحصل اي ظروف ان انا ما اعرفش اروح. سبحان الله. بطريقه انا في الاول بدات اركز. عارف انت في الاول واحد مش حاطط في باله الموضوع، وبعد كده اركز اكتر. اشمعنى السفريه دي اللي بتقف؟ اجرب تاني، اجرب تالت. بعد كده في فتره قلت لا. يعني كان اتفتحت ساعتها تاشيرات السياحه بتاعت السعوديه. رحت نازل من عندي وقلت ايه انا هروح اقدم على. وكانت من اول التاشيرات اللي اتفتحت. يعني انت عملت عمره سنه كام؟ انا عملت 2022 السنه اللي فاتت. ده دي اول عمره في حياتي ما شاء الله. اوكي. ورحت ونزلت وقدمت على اسمه دوت ان انا اقدم على التاشيره السياحه. وجبت الاوراق وانا واخد معايا تاشيرات قبل كده والموضوع جميل. اترفضت. اترفضت يناير السنه اللي فاتت على فكره. يناير 2022 يعني مش من زمان. بتتقبل وجت تاشيره السياحه بتاعت السعوديه. كنت هتجنن بقى. انا خدت الرفض كنت في حاله ذهول. يعني انا اتقبل من هنا واترفض من ازاي؟ وفهموني عاوز افهم. سبحان الله بقى الغريب ان انا
بعديها كنت طلعت كذا نوع من انواع انت عارف السعوديه سهلت كتير الناس تعمل عمره وهكذا. فمع اول ما بداوا يفتحوا انواع كتير من التاشيرات والتسهيلات عملت فيديوهين عن الموضوع ده ونسيتهم يعني. بعديها خلاص الفيديو اتعمل وبعد كده نسيت الفيديو. وبعد ما عملت الفيديو ده سبحان الله والله العظيم ان انا شاء ربنا ان طريقه من اللي انا قلتهم هي دي الطريقه اللي انا عرفت اعمل بيها عمره، اللي هي عن طريق لو معاك فيزيت شنجن. اوكي كانت اول لسه التاشيره على باب تاشيره عند الوصول. وساعتها بقى حسيت ان هو يعني ارجع لك لحظه الاول ورا، اللي هو كانت ساعتها بعد ما انا ما حاولت اقدم وما نفعش، وبعد كده جت الكورونا والسعوديه قفلت، كنت في حاله ذهول. اللي هو عاوز اقول لك ان السنه بتاعه السعوديه ديت انا كنت قدمت على حج، وبعد كده حصلت الكورونا قفلت، العالم قفل، فما كنتش مصدق يعني كل حاجه قفلت. فشفت الكلمه اللي انا كنت قلتها من كام سنه، لا ما عادي اقدر اروحها بسهوله، ما هي موجوده ان انا اروح السعوديه واعمل عمره في اي وقت خالص. فسبحان الله دي اصعب حاجه، عبره ودرس من ربنا اللي لا مش بسهوله. إذن اما ربنا اذن والله العظيم فعلا الاذن لما يجي هتدخل صح. من غير الاذن دوت انت لو عملت ايه صح. وكان معاك ايه مش هتعرف تدخلها، انتهى الموضوع. فكان حاجه بصراحه كانت تعرف ان انا اترفضت الباسبور بتاعي اترفض في حج سياحي. اوكي حج سياحي اللي هو ما فيهوش مش رجع الباسبور. اوكي والسنه دي فاكر انا كنت خلاص بقى قلت خلاص يعني ايه اي حاجه هتصرف في اي حاجه، هبيع عربي هبيع اي حاجه فاهم عايز ورجع الباسبور. وكان في رحمه كبيره جدا في ان انا ما سافرش السنه دي لاسباب حصلت يعني وبتاع. بس سبحان الله بص كان السنه دي لا سنه قبل كده. بس القصه انه حاجتين فعلا، اذن يجي لك الاذن فتدعي ربنا كتير جدا برجاء وتقعد تدعي، والحته الثانيه انه هو ربنا لما بيجي الاذن بيبقى مدبر لك الامور. ده انا حسيته حرفيا. عارف كل كلمه كده اما تحسها غير اما الواحد ساعات بيقول كلمه كده لكن في حاجات بتقف عندها. فدي فعلا تدابير كده، وتلاقي الدنيا متيسره وما هي متظبطه تعمل هنا وتروح كده بالظبط. يعني والله من عند ربنا فعلا اتيسرت جدا وجت مفاجاه بطريقه مش ولا كانت في بالي ولا يعني. حتى انا قاعد انا وواحد صاحبي قلت له كنا اصلا مسافرين ساعتها اوروبا، قلت له بقول لك ايه تعال نحجز دلوقتي. قال لي يا عمرو انا عندي كذا في شغلي ومش هينفع. قلت له بقول لك ايه يلا هي دلوقتي. كنت خلاص بقى فهمت معنى اللي هو مفيش حاجه تتاجل. يعني انا كمان بقت عندي حاجه في حياتي كده اللي هو مش عاوز اجل اي حاجه لبعدين، اللي اعرف اعمله دلوقتي اعمله. صح ده بقت حاجه عندي اساسيه في حياتي بصراحه. جامد جدا والله. دي لسه النهارده الصبح كان عندنا حلقه بودكاست، وبعدين الضيف تعب وكلمني قال انا تعبان وبتاع. قلت له بقول لك ايه تقدر تنزل ولا مش تقدر؟ قال لي لا اقدر. قلت له تعالى ما ناجلش، عشان انا شخصيا كنت هبقى مرتاح لو الحلقه اتاجلت. بس قصدي كراحه جسديه. ايوه فاهم قصدك. لكن كنت بعدها اقول لو عرفنا ناخد الباور اوف ناو وصورنا، وفعلا الحمد لله صورنا. ففعلا اللي بيخلص خلصه، ده شيء جميل جدا. في حاجه تحب نتكلم عنها تاني في السفر، ولا نروح للديجيتال ماركتنج وشغلك في المكان الجميل اللي كلنا بنحبه؟ انا معاك. نروح للديجيتال ماركتنج. نروح. ما تقول لنا كده انت القصه، انت دلوقتي هيد اوف ديجيتال ماركتنج؟ لا هيد اوف ديزاين كرييتيف اند ديزاين. حلو قوي. الحته دي دخلتها ازاي اصلا؟ يعني بدات القصه بتاعت ادفيرتايزنج ازاي؟ الموضوع ابتدى ان انا بقول لك انا حياتي كلها الحمد لله هوايه. كل ما اشتغلت فيه كان هوايه بحته، عمري ما تخيلت في اي حاجه انا اشتغلتها حاليا ان انا كانت كانت هي بس مجرد ان هي هوايه بستمتع بيها وخلاص. ابتدى الموضوع من اول اعدادي، من وانا طفل وبتاع وهوايه لحد ما اتخرجت وما لقيتش شغل. فابتديت الاوفرز اللي بتعرض عليا هي ان انا جرافيك ديزاينر. فابتديت بقى ادخل في الموضوع ده وانمي مهاراتي فيه. وكانت هي والسوشيال ميديا هي حاجه كده قريبه لبعض.
انا بحب الحاجات اللي فيها تكنولوجي، حاجات اللي فيها كنت تجارب برامج وبتاع. بالظبط. يعني انا دخلت حبه مثلا في ان انا ابقى ديفلوبر وبتاع وفشلت عادي جدا، وبعد كده قلنا ندخل على الديزاين. فكنت الاول ويب ديزاينر، وبعد كده برضو بعد التحول الثوره الرقميه من ال HTML والحاجات ديت، رحت بقى ايه محول على الجرافيك ديزاين. وبعد كده سبحان الله يعني هو ربنا بيفتح لك طرق، في طرق بيفتحها لك وفي طرق بتتقفل عنك. صح. فلقيت ان كذا مره في حياتي اعافر ان انا اطلع من تحت الجرافيك ديزاين، الاقي ربنا بيوديني في الطريق ده، خليك هنا فاهم. والطرق التانية ما كانتش بتمشي، فكملت في الطريق ده. حاولت اطور من نفسي، حاولت اتعلم. انا بص، انا كل حياتي عبارة عن سيلف ستادي. يعني انا بآمن باليوتيوب، بالتعلم من عليه، دي عشقي. ما مش اكاديمي او الحاجات ديت، ما طول عمري الكارير بتاعي ماشي بالطريقه ديت. اتعلمت كل حاجه من على يوتيوب فور فري كله سيلف ستادي. ما عارف انت الانسان الهادي اللي بيحب الانسان الهادي ده بيحب ايه؟ حاجه تقعد تسحله كده. فانا كنت بقعد بلاقي نفسي سكانرز بالظبط. زي ما دلوقتي بتسحل في تذاكر الطيران والحاجات ديت، هتلاقيني ايه قبليها كنت بتسحل بقى في فيديوهات وازاي بقى. وبعد كده اتعلمت بقى ان انا ابقى من ديزاينر 2 دي بقى وفوتوشوب وانستريتور، بس ان انا ادخل على ال 3 دي، على ان انا اعمل موديلنج، الحاجات دي كلها. وبعد كده دخلت شويه ابتديت في الانيميشن، وبعد كده جه السفر بقى ففجرنا كل حاجه الحمد لله. بس بقى في الاخر بقت بتستغله دلوقتي حاليا، حتى دلوقتي على السوشيال ميديا. وكل الحاجات القديمه دي هي اللي نفعتني، هي الحاجات دي التولز اللي بقيت بستخدمها عشان اطلع فيديوهاتي. انا حتى يعني ان انا اعمل فيديوهات دي برضه كانت هوايه. كنت وانا صغير برضه بقعد جايب كاميرا صغيره كده، اقعد اصور ومنتج واعمل فيديوهات واركب عليها موسيقى، والحاجات دي كانت هي دي حتتي. بعد كده برضه تيجي الاقدار ان انا حتى اما جيت اترقى في شغلي، وبدأ نطور ونكبر القسم، ان ابتدى لقيتهم هم اللي يقولوا لي انت تجيب معاك بقى حد وتصوير، ونجيب كاميرا ونعمل استوديو عندنا في الشغل. فسبحان الله لقيت الايه هي متيسره هنا. طول ما انت بتسعى كده او بتجتهد في الحاجه اللي انت بتعملها ايا كانت، بتلاقي الدنيا بتمشي. يعني انا عن نفسي شايف ان انا حتى في كل حاجه عملتها في حياتي رزقي ما جاش كده. في ناس حاجات بتجيلها بسهوله، حاجات بتجيلها بدون من هو يتعب. لا، لازم حاجه اقعد اخبط فيها جامد وادخل لحد ما تتفتح الطريق. ما عدا ذلك رزقك من الشقه يا باشا هتاخده. سبحان الله. انا بقول كده، انت لو ربنا كاتب لك حاجه، بس لازم تيجي بعد حاجه معينه تعملها. صح. لا، وهو انا مؤمن برضو ان الناس بشكل عام كل حد مننا بياخد رزقه من الشقه. في حد اتولد في اصلا في عيله غنيه جدا وما بذلش مجهود وبتاع، فخلاص هو ده رزقه من الشقه في الحياه، بس رزقه بقى في حاجات تانية. يعني كل واحد متوزعه يعني. في حاجه النهارده كان نفسك نتكلم عنها في البودكاست ولسه ما اتكلمناش عنها؟ لا ما اعتقدش. لا اعتقد هذا. السفريه الجايه فين؟ السفريه الجايه مش عارف، بس اللي انا ان شاء الله طالع فيها اوروبا الشرقيه. ما تقول لي فين؟ حته كده في اوروبا الشرقيه، رومانيا، البلقان. نكمل دول البلقان. بجد. لا الحته ديت عاوزين نكملها، او جنوب افريقيا يعني. جامد، انا متحمس لدي اكتر. جنوب افريقيا دي نفسي اروح. وسبحان الله الحلقه اللي جايه حد من الناس الجامده جدا 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 في العمل التطوعي والدعوه بره في جنوب افريقيا. محمود ولا ايه؟ لا، حد اسمه دكتور محمد. حد جامد جدا ما شاء الله، عامل مدارس في افريقيا وبتاع حاجه لازم نتعرف. بص انا خدوني معاكم، انا هصور لكم الحلقه دي. ده غالبا نتعرف عليه ويعرفك عليه ونسافر سوا السفريه. والله يلا ده كنز افريقيا دي. جامد جدا. احنا مش عارفين نشكرك ازاي يعني. حلقه نتمنى تكون ما حسيتش بالساعتين.
والله ساعتين يس يا نهار أبيض، حسيت. لا والله خالص. عمرو هو جاي بيقول لي بقى بص يا شاهين انا اصلا ما بحبش يعني ايه، انا بعمل على قد الفيديوهات كده، ما بحبش أيوة. كلام كتير ما تصدعنيش وكده فايه. ما قل ودل، انا بقول انا ما برغيش فايه. قلت له خلينا نتكلم بعد البودكاست نبقى نشوف موضوع الرغي والله ده. العظيم مش مصدق. نورتنا حبيبي. وشرفتنا، وشكرا لكل الناس اللي سمعتنا على برامج البودكاست او اتفرجوا علينا على يوتيوب. ارجوكم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتتابعوا عمرو العجيزي او العجيزي ترافلز على السوشيال ميديا، وما تنسوش تكتبوا لنا كمان مستنيين مين الحلقات اللي جاية. اشوفكم على خير، سلام.